بص، هو انا لو قلت عليه هو اسوأ لعيب في البطوله انت ممكن تشوفني ببالغ، بس هو ظلم محمد هاني معاه. الكلام على حسين الشحات. المفروض اللي حسين الشحات كان بيلعب بنفس الجنب اللي بيلعب فيه محمد هاني عشان يساعده دفاعيا ويساعده هجوميا. هنا الشحات الكره الاولانيه عدت منه والكره الثانيه قام ملبس مين؟ محمد هاني انذار على طول في ثانيه. محمد هاني الضغط عليه جامد جدا باتنين لعيبه، فبص هيبدا يعمل ايه؟ هو في ايه يا عم؟ انت مش بتلعب معايا؟ ما تلعب معايا يا عم. مفيش خالص. بص الشحات فين ومحمد هاني فين؟ اسوأ لعيب في البطوله في النادي الاهلي. الشحات فين ومحمد هاني فين؟ 2 على 1. فالطبيعي يحصل اللي انت بتشوفه، عشان بس ما نظلمش محمد هاني. عشان هجيب لك ارقام محمد هاني. بص ده محلل الاداء اللي شغال مع ريبيرو. بص بيتكلم مع مين؟ مع حسين الشحات على الكور اللي عماله تحصل. فبدا حسين الشحات يرجع يدافع. خلي بالك ان حسين الشحات سبب في الاهلي استقبل جونين اللي هم الاولانيين اللي هم جايين من ناحيه محمد هاني. ليه؟ عشان خاطر ما بينزلش يدافع. بص هو فين تاني؟ فين؟ خد بالك اللي هو ريبيرو هيسحبه من الملعب عشان خاطر ينزل مين؟ عشان خاطر ينزل عمر كمال عبد الواحد عشان يقفل الحته دي، عشان كانت عامله له صداع. محمد هاني بيدافع على 2 ولا 3. لما كان بينزل الشحات كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيحصل اللي انت شايفه ده، والدنيا بتبقى بسيطه. ده بينزل دافع على طول يا شحات، بينزل يدافع بس بينزل وما بيعملش حاجه. انا مش عارف، هو حاسه مش عايز يلعب. يعني حسين الشحات تقريبا اسوأ لعيب في البطوله، وظلم محمد هاني معاه بصراحه. انا بقولها لك اهو، ظلم محمد هاني. بص كده في الجون التاني بتاع بورتو، تحول هجومي عادي. المفروض اللي انت ترجع، والراجل يعني الراجل اللي بيلعب معاك بتاع فريق بورتو جنبك، الراجل هيسبقك ويطلع هو ويروح ويعمل زياده عدديه على محمد هاني، والشناوي شاهد ما شافش حاجه. فين ده كله؟ حسين الشحات. بص الراجل المان بتاعه بقى فين؟ فين الشحات؟ 2 على 1. وبنرجع نظلم محمد هاني. طب محمد هاني بالنارين هينزل هنا ولا يروح هنا؟ بص الشحات لسه جاي كان باقي الجون. لما نزل بقى عمر كمال عبد الواحد الدنيا بقت بسيطه. بص كده هاني بقى، اتفرج على هاني واتفرج على الكواليتي بتاع هاني. هو لعيب راجل بس الضغط عليه جامد. الخطه بتاعت ريبيرو والطريقه بتاعت ريبيرو بتحمل على الباكات جامد، ولازم الاجنحه ترجع تساعد الباكات. يعني انت على الجانب الاخر تريزيجيه كان عامل ماتش عالمي دفاعيا بس، لكن انت هنا اول ما عمر كمان نزل بدات تبان امكانيات محمد هاني. بدا يقطع لك الكوره من التلت الامامي، بدا يعمل لك اسيست زي اللي هو عمله لاسامه ابو علي اللي جه منه الجول الثالث. بص بيقطع الكوره منين، وبص الثرو باز ده بتاع بلاي ميكر. احنا مش عايزين نظلم محمد هاني، عشان هوريك الخريطه الحراريه بتاعته وهوريك ارقامه في الماتش. بص كده لما بقى معاه حد بينزل يساعده دفاعيا، خلاص بقى موجود هجوميا ودفاعيا في حد معاه. الشحات كان قتله طول الماتش. بص التغطيه ديت هتعرف اللي هو فعلا كان بيأدي. اهو قفل على الراجل بكل سهوله، وراجل اللعيب ده خطر. بص عمر نازل فين، محمد هاني فين. هي الطريقه بتاعت ريبيرو كده، هيقوم عامل تاكلينج ومطلعها. محمد هاني كان عامل ماتش، احسن ماتش في البطوله بالنسبه لي لمحمد هاني، دفاعيا وهجوميا، رغم ان الناس كلها لبسته الجونين الاولانيين. بس انا بقول لك اعتبرهم من الشحات. والجون الثالث استنى الفيديو عشان هقول لك الجون الثالث منين. دي الخريطه الحراريه بتاعت محمد هاني. بص كده والله لو بصيت على الخريطه الحراريه بتاعت الشحات هتندم. تعالى بقى اوريك الارقام بتاعته. بص كده هو عمل 10 مواجهات ارضيه، كسب منهم 7. عايزين منه ايه تاني يا جماعه؟ لايك وكومنت وما تحملش على هاني. سلام.